يا ترى ايه العلاقة بين الرسالة ورقم 5؟ 5 years of success and reliability. لو انت موجود معانا في 2016-2017 معناها ان انت بتتم مع مدرستنا السنة الخامسة من نجاحها. طيب لو انت عايز احكي لك او نرجع لنقطة البداية، فكرة انشاء المدرسة في الاصل، خلينا نرجع ل5 سنين للفكرة، للحلم، حلم انشاء منشأة تعليمية تقدم رسالة، عشان كده سميناها الرسالة. اول خطوة عشان احقق حلمي المفروض اركز على ايه؟ اركز على المبنى ولا اركز على فكر الادارة؟ ده مهم وده اهم. فمن هنا اول خطوة التركيز على المبنى. الخطوة الاهم او الخطوة التالية فكر الادارة، المثلث الاداري الرئيسي اللي اهم حاجة فيه لازم تكون التطوير في الفكر، التطوير الدائم في الفكر، وهو ده فكر المثلث الاداري الاساسي في مدرسة الرسالة. المثلث الاداري كان اهم حاجة عنده او الهدف بتاعه هو توصيل الفكر او نشر الفكر والوعي على المثلث الاساسي في اي مدرسة. ايه المثلث الاساسي في اي مدرسة؟ او ايه اضلاع المثلث الاساسي في اي مدرسة؟ اولياء الامور، المدرسين، والطلبة. لو انتهينا من الخطوة الاولى انشاء مبنى، لو انتهينا من الخطوة الثانية اختيار مثلث اداري بيتميز بالتطوير المستديم من نفسه علشان يقدر يقدم فكر او يقدم وعي للمثلث الرئيسي. طيب خطوة خطوة وسنة بعد سنة ارتبط اسم الرسالة بالكرياتيفيتي والانوفيشن. بقى معروف عن المدرسة انها كل شوية بتقدم فكرة جديدة، كل سنة بتقدم فكر مختلف، كل سنة بتطور من ادائها ومن نفسها ومن مدرسينها ومن اولياء امورها ومن الطلبة الموجودين فيها. هو ده الفكر الاساسي في الرسالة. ازاي نقدم سيرفيس او خدمة مختلفة للمثلث الاساسي بتاعي؟ هو ان انا اقدم له مجتمع صغير يعيش فيه بكل جوانبه بكل المعطيات اللي فيه، علشان يقدر بعدين او من خلال المجتمع الصغير يحتك بالمجتمع الخارجي بشكل طبيعي وسهل وسلس. ازاي طيب هقدم للمثلث الاساسي بتاعي الخدمه التعليميه؟ هقدم المثلث الاساسي بتاع الخدمه التعليميه من خلال التطوير في تقديم الخدمه او المواكبه في التكنولوجي اللي موجود في المجتمع الخارجي او موجود في العالم كله. فهنلاقي مثلث تاني بيقدم التعليم بشكل مختلف داخل المدرسة. لو قلنا الطالب فالطالب بيستخدم التابلت في العملية التعليمية. لو قلنا المدرس بيستخدم الاكتف بورد او سمارت بورد في العملية في طريقة توصيل المعلومة. طيب والإدارة وولي الأمر بيتابع ده من خلال الكونكشن اللي معمول بالليرنينج مانجمنت سيستم ما بين التابلت وما بين الاكتف بورد، عشان اوصل تاني لتكنولوجي واوصل تاني لتطور في تقديم الخدمه التعليميه. ايه افضل حاجه هقولها لكم النهارده؟ المديتيشن هنا في المدرسه بيتقدم من خلال الاداره او المثلث الاداري اللي هو احنا قلنا في الاول ايه؟ مسؤول عن التطوير التوجيه والتطوير ونشر الفكر بشكل مختلف. فمن هنا بيقدم السيرفيس بتاعه المديتيشن للمثلث الاساسي للتيتشرز وللبارنتس وللستودنتس. ايه فوائد المديتيشن؟ فوائد المديتيشن كتيره جدا، بس احنا بنركز في فوائد المديتيشن طالما احنا داخل منشأة تعليمية بنركز على الفوائد العقلية المنتل بنفيتس بتاعة المديتيشن، وده بيقدم داخل المدرسة من خلال المثلث الإداري داخل مدرسة الرسالة. ولو هنجمع العوامل اللي احنا بنتكلم فيها المتوفرة داخل مجتمعنا، المجتمع الصغير المتطور اللي بيعتمد على التكنولوجي عشان يحتك بالمجتمع الخارجي المتطور جدا، تواصلنا مع أحمد الشقيري تحت بند الإحسان في العملية التعليمية علشان نكون داخلين معاه في فكرته الجديدة المتطورة جدا، فكرة البرنامج الكبرى اللي هيقدم في رمضان اللي جاي، إن احنا بنؤمن تماما إن احنا نقدم إحسان في العملية التعليمية. الرسالة was just a dream. Now it's a light beam. Despite the darkness all around, it's that harmonious sound. Despite the noise everywhere, it's the idea worthy to share. It's that deep belief inside. It's a hand to help and guide.